بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين، عيد مبارك عليكم يا رب. ما ينفعش يجي العيد واحنا ما نفطرش بالكبدة والكلاوي والقلب بتاعة الذبايح. حاجة يعني مش قادرة اقول لكم عظمة. لازم بيبقى الفطار كده بالحلويات دي. يلا نشوف هنعملها ازاي بأسرع طريقة لأن كله جعان وقبل ما ومستني نبدأ الأكل. بقى نصلي ونسلم ونبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحط لايك يا جماعة وكومنت حلو كده، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. أول حاجة سيحت حتة ليا من الليا الصبحة كده، وحطيت شوية زيت أو معلقة زبدة زي ما تحبوا، وبدأت أحط أول حاجة القلب. النسيج بتاع القلب بيغيب شوية في السوا، فخدته أول حاجة. هديله صدمة كده ومش هقلب فيه غير لما أحس إن بدأ لونه يتغير. وما نقلبش فيه على طول عشان ما يجيبش مية. شايفين؟ بدأت بقى أقلب لأن لقيت لونه من تحت اتغير وبدأ خلاص ما عادش فيه مية بقى ولا حاجة. بدأت أقلب فيه كده. كل الحاجات دي ما بتاخدش تسوية، لكن يعني بتغيب شوية بعض الحاجات. يعني مثلا القلب بيغيب شوية عن الكلاوي. اديني نزلت بالكلاوي اهو. وبعدين الكلاوي بتغيب شوية عن الكبدة بتستوي اسرع حاجة. فبنبدأ نحط كده حاجة حاجة على حسب تسويتها. برضو حطيتها كده لحد ما لونها اتغير، وبعدين بدأت اقلبها كده تقلبتين 3، وبعدين خدت كله مع بعضه بقى تشويح كده. الريحة يا جماعة تحفة، مش قادرة اقول لكم. الحاجات دي بتبقى فريش جدا وصبحة جدا وجميلة، وبتتعمل كده بتعمل ريحة جميلة كده. حطيت الكبدة بقى برضو هتغير لون. انا لسه ما حطيتش اي حاجة ولا اي تتبيلات ولا اي حاجة خالص. الكبدة والكلاوي والقلب الفريش كده بيبقى ليهم ريحة مميزة وجميلة كده وهم صابحين. يا دوب حتة توم مع شوية كزبرة، ورشيت رشة من الملح، وهرش كمان رشة من الفلفل الأسمر. وخلاص على كده. عايزة تحطي عصرة ليمونة حطي، مش عايزة خلاص. أنا بحطها في الآخر خالص لما بحطها في الطبق اللي هقدمها فيه. وبدأت أشوح كله كده على بعضه بقى 5 دقايق يا دوب، مش أكتر من كده. ما شاء الله بتستوي وبتبقى زي الفل. في الآخر خالص بقى رشه كده من الفلفل. اللي عايزه تحطي فلفل الوان حطي، لكن انا بحط ده ريحه ونكهه بس، وبيديها لذاذه جميله كده. زي ما انتم شايفين حطيتها في الطبق وعصرت الليمونه. كل سنه وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك عليكم. اعملوا لنا لايك. شكرا.